ترك بصمة لا تنسى في تاريخ كرة القدم المغربية وخاصة مع المنتخب الوطني، فقد كان واحدا من أبرز المواهب التي مرت على صفوف أسود الأطلس حتى أطلق عليه رونالدينيو العرب. وشهدت مسيرته الكروية الغنية تجارب متعددة في مختلف الدول، حيث لعب في العديد من الفرق قبل أن يعلن اعتزاله. خلال مسيرته حرص على تعزيز قيمة اللاعب المغربي الذي نشأ وترعرع في أوروبا، وظل دائما الارتباط بوطنه الأصلي. فكيف كانت تلك المسيرة الحافلة لرونالدينيو العرب وكيف كانت نهايتها؟ هذا ما سوف نعرضه في الدقائق التالية. في 17 من أبريل من عام 1982 أبصر جواد الزايري النور في مدينة تازا المغربية التي لم يقم فيها كثيرا، إذ هاجرت عائلته نحو فرنسا واستقرت في حي شاناي في ماكون الفرنسية، حيث تعلق هناك بحب لاعب كرة القدم منذ نعومة أظافره. وامتلك الزايري موهبة واضحة ظهرت منذ مداعبته لكرة القدم في أزقة الحي رفقة أصدقائه، لكن الأحوال المادية الصعبة لم تجعله يدخل مدرسة لتعليم كرة القدم، ليقرر في أحد الأيام التوجه نحو مقر نادي غوينون الفرنسي القريب من منطقة سكنه، والذي كان يقوم باختبار نظام لاعبين شباب وناشئين. ونجح في إقناع المسؤولين رغم ضيق الوقت الذي منح له ليبدأ رحلته مع النادي الفرنسي. وبدأت رحلته في عالم الساحرة المستديرة مع نادي غوينون الفرنسي، إذ وقع أول عقد احترافي له مع الفريق في عام 2000، واستطاع لفت أنظار الجميع إليه في موسمه الأول، وذلك بسبب المستويات الجيدة التي قدمها. وبعد أقل من شهر على بدايته الاحترافية مع غوينون، وبدأت رحلة جواد مع أسود الأطلس، وبالتحديد في سبتمبر عام 2000 عندما استدعاه الناخب الوطني في ذلك الوقت سعيد الخيدر لمواجهة منتخب الغابون في مباراة ضمن تصفية كأس أفريقيا 2002، والتي أقيمت في العاصمة الغابونية ليبريفيل، وانتهت بفوز الغابون بهدفين دون رد. وبعد ذلك شارك مع المنتخب المغربي الأولمبي في أولمبياد سيدني عام 2000 التي فشل فيها منتخب المغرب في تقديم صورة جيدة، إذ غادر من دور المجموعات بعدما خسر جميع مبارياته. وفي موسمه الأول مع غوينون استطاع الزايري لفت أنظار الأندية الفرنسية إليه، إذ لفتت طريقة مراوغته للاعبين الأنظار إليه، وخاصة مدرب نادي سوشو الفرنسي جين فرنانديز الذي كان مفتونا بإمكانيات اللاعب المغربي الشاب الذي بدأ اسمه يتصدر الصحف الفرنسية، خاصة بعدما ضمه المدرب المغربي سعيد الخيدر لصفوف أسود الأطلس، لينجح سوشو في إقناع غوينون في التخلي عن موهبته ليرحل عن النادي بعد موسم واحد خاض بألوانه 28 مباراة. وفي نادي سوشو كبرت أحلام اللاعب المغربي الشاب الذي ذاق حلاوة الاحتراف، وشعر بأن الأضواء الإعلامية باتت مسلطة عليه بشكل أكبر، فاستغل هذا الأمر لإبراز مهاراته الفنية التي اكتسبها من خلال لعب كرة القدم داخل الصالات. فأصبح الجناح السريع والمهاري للنادي الفرنسي القادر على فك الشفرات الدفاعية للخصوم ومد المهاجمين بكرات حاسمة تترجم لأهداف. لكنه واجه في بدايته مع النادي الفرنسي بعض المشاكل مع المدرب وزملائه اللاعبين بسبب طريقته البهلوانية في اللعب ورغبته بالاحتفاظ بالكرة لأطول فترة ممكنة قبل أن ينسجم الجميع مع أسلوبه. وكانت رحلته مع سوشو بدأت عام 2001، وبعد عامين من تألقه مع النادي الفرنسي وتحديدا في بداية سنة 2003 قرر مدرب المنتخب المغربي آنذاك بادو الزاكي استدعاءه للمنتخب مرة أخرى، وجعله يلعب في المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي بمنتخب السنغال. وفي نفس العام سجل هدفه الأول بألوان أسود الأطلس ضد منتخب الغابون في المباراة التي أقيمت في الرباط ضمن تصفية كأس أفريقيا 2004. وخلال هذه الفترة كان تألقه مع منتخب المغرب قد بلغ أوجه، خاصة في نهائيات كأس أفريقيا 2004 التي أقيمت في تونس. فالمنتخب المغربي قدم مستويات مميزة تحت قيادة بادو الزاكي، فأسود الأطلس تصدروا المجموعة الرابعة ب7 نقاط، وفي ربع النهائي هزموا الجزائر في مباراة نارية، إذ كان المنتخب المغربي على أبواب الخروج لولا هدف التعادل الذي أحرزه مروان الشماخ في الدقيقة 93.
لتذهب المباراة لشوطين إضافيين سجل فيهما المنتخب المغربي هدفين، الأول عن طريق يوسف حجي، قبل أن ينهي جواد الزايري المباراة بتسجيله الهدف الثالث الذي لا يزال خالدا في أذهان عشاق الكرة المغربية. وفي نصف النهائي تجاوز المنتخب المغربي منتخب مالي برباعية نظيفة قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام منتخب تونس بهدفين لهدف. وشارك جواد الزايري في الربع الأخير من تلك المباراة وحاول مساعدة زملائه على تعديل النتيجة، لكن الكرة اختارت نسور قرطاج الذين توجوا باللقب أمام جمهورهم. واستمرت مسيرته مع نادي سوشو حتى عام 2006 خاض فيها 87 مباراة وسجل فيها 5 أهداف، قبل أن تتخذ إدارة النادي قرارا مفاجئ بشأن مستقبل الزايري وتقرر إعارته لنادي اتحاد جدة السعودي في يناير عام 2006. ومن هنا بدأت مسيرة جواد تأخذ طريقا آخر، ولم يظهر مع اتحاد جدة بالمستوى المأمول منه بسبب الإصابات، لذلك رحلته مع الفريق لم تستمر سوى لمدة 6 أشهر خاض خلالها 24 مباراة، ورغم كل تلك الظروف استطاع أن يسجل 8 أهداف. وبعد نهاية فترة إعارته لنادي اتحاد جدة عاد جواد إلى سوشو، وبسبب كثرة الإصابات وتراجع مستواه دفع إدارة سوشو لبيع الزايري لنادي بوافيتشا البرتغالي الذي لعب له موسم 2006-2007. لكن سوء الحظ ولعنة الإصابات ظلت ملاصقة له، فلم يخض سوى 6 مباريات مع ناديه الجديد ولم يسجل فيها أي هدف، لتتم إعارته لنادي نانت الفرنسي الذي كان ينشط في ذلك الوقت في دوري درجة الثانية الفرنسي، ليحقق معه الصعود لدوري الفرنسي الدرجة الأولى، رغم أنه لم يشارك سوى في 8 مباريات. وفي صيف 2007 وبعد عودته من نادي نانت قرر جواد الابتعاد عن فرنسا وخوض تجربة جديدة بعيدا عن الأضواء، وانتقل لنادي أستيرا ستيربيوليس اليوناني مقابل 1,000,000 يورو. ومع النادي اليوناني استعاد نجمنا المحبوب تألقه، وأصبح حديث الصحف اليونانية التي أشادت بمهاراته الكبيرة. وخلال موسمين نجح الزايري في فرض اسمه كواحد من أفضل اللاعبين في اليونان، وهذا ما دفع إدارة أولمبياكوس لضمه في صيف عام 2009 ليرحل عن نادي أستيرا ستريبيوليس بعدما لعب معه 42 مباراة لم يسجل فيها أي هدف، لكنه صنع الكثير من التمريرات الحاسمة لزملائه. ووصل الزايري تألقه في اليونان مع نادي أولمبياكوس ولعب دور صانع الألعاب في الفريق، إذ كان يمد المهاجمين بكرات مميزة ورائعة. وخلال موسمين مع أولمبياكوس نجح بالفوز بلقب دوري اليوناني وكأس اليونان. وبالمجمل خاض مع الفريق 49 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، لكن إصاباته المتكررة دفعت إدارة أولمبياكوس لعدم تجديد عقده ليرحل في يوليو 2011 نحو نادي باس جيانينا اليوناني، لكن رحلته معه لم تستمر سوى ل6 أشهر خاض خلالها 8 مباريات سجل فيها هدف واحد، قبل أن يقرر في يناير 2012 إلغاء عقده مع النادي بسبب بعض المشاكل الرياضية، ليرحل في نفس الشهر نحو نادي أنورثوسيس فاماغوستا الذي كان ينشط حينها في دوري الدرجة الأولى القبرصي. لكن تجربته مع النادي القبرصي لم تكن جيدة، إذ خاض فيها 8 مباريات سجل فيها هدفا وحيدا، ليرحل عن النادي في صيف 2012 وليبقى عاما كاملا بدون ناد قبل أن ينضم في موسم 2013-2014 إلى نادي النصر في سلطنة عمان، لكن الإصابات أصرت على ملاحقته، فلم يشارك سوى في 5 مباريات مع الفريق العماني ولم يسجل أي هدف فيها، ليعود في 2015 مرة أخرى إلى اليونان للعب مع نادي زيكنتوس اليوناني، وخلال موسمين لعب معه في 24 مباراة وسجل فيها 7 أهداف، لكن الإصابات المتكررة دفعته لإعلان اعتزاله في عام 2017 وهو في عمر 35 عاما، ليعانق رونالدينيو العرب حذاءه بعد مسيرة كانت بدايتها مميزة قبل أن تدمرها الإصابات التي غيبته من الملاعب لأيام طويلة، فلم تسمح له باستعادة مستواه الذي كان. وكما كانت السنوات الأخيرة في مسيرته مع الأندية مليئة بالإصابات والغيابات، كان الحال كذلك مع منتخب المغرب، فلم يشارك في البطولات الأفريقية بشكل مستمر. وبشكل عام
فإن رحلته مع منتخب أسود الأطلس استمرت حتى عام 2009. خاض خلالها 31 مباراة وسجل 6 أهداف بألوان المنتخب المغربي. وكانت الإصابات المتكررة السبب الرئيسي لتراجع أداء مستوى جواد الزايري الذي امتلك موهبة كبيرة بالفطرة، لكن ابتعاده عن الملاعب لفترات طويلة بسبب الإصابة أفقده حساسية الكرة، فكان كلما يعود ليلعب يتلقى إصابة جديدة تغيبه فترة عن الملاعب. ويعد هذا السبب الرئيسي الذي حرم رونالدينيو العرب من الوصول إلى العالمية واللعب مع أكبر الأندية الأوروبية. وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية المقطع، ونتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو وعمل متابعة للقناة والتعليق أسفل الفيديو باقتراحات لمقاطع فيديو أخرى ترغبون في مشاهدتها لكم. نراكم على خير في الفيديوهات القادمة.